السلام عليكم خواتاتي الغزالات، نتمنى تكونوا بالف خير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو نتوما باحسن الاحوال. كما كتشوفوا البنات في الفيديو السابق راني كنت شاركت معكم هاد المنظمات اللي كنت خديت من بيم، وشاركت معكم كذلك حتى الاثمنه. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعمرهم حتى عينيكم، غادي تشوفوا هاد المنظمات شحال نافعيني بزاف بزاف، وكيفاش نظموا ليا البلاكار. وغادي نشارك معكم كذلك واحد البسبوسه اللي كتجي اكثر من رائعه، وهاد البسبوسه هذه كنستعمل فيها يعني العصير ديال بالبي. وغادي نشارك معكم يعني الطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الكريمه ديالها في حاله الا ما توفرش عندكم العصير البرتقال. فاول حاجه البنات خديت هذوك المنظمات، خديت هادو الموين اللي كنت شاركتهم معكم. راه شاركت معكم حتى الاثمنه ديالهم، هادو واقيلا خديتهم بشي 17 درهم الوحده، 340 ريال الوحده واقيلا. والله البنات وي 340 ريال. فانا وضعت فيهم هكا القطنيه اللي عندي في الدار، حطيت فيهم العدس، الحمص، بصاره، الذره. فانا اي حاجه من هاد القطنيه يعني كنبغي نحتفظ بها هكا، ضروري كان فيها ندير فيها واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. فالبنات الا ما توفرتش عندكم فيمكن لكم ديروا غير واحد معلقه صغيره ولا واحد الرشيشه ديال الملح هكا باش ما كتسوش لكم يعني الا غفلتوا عليها. بالنسبه لهادو اللي كبارين البنات فانا وضعت فيهم يعني الحاجه اللي عندي بكميه كبيره، فضروري البنات راه ما حطيت فيهم حتى حتى غسلتهم ونشفتهم مزيان، ونشفت الغطاطي ديالهم واللي زوين البلاستيك ديالهم صافي. زعما صراحه كنت لقيتهم في بلايص اخرين بثمن اللي كبر من هذا. فالكبارين انا حطيت فيهم كذلك، حتى هي حطيت فيها اللوبيا، وحطيت فيها اللوبيا البيضاء، وحتى هي درت فيها الورقه ديال سيدنا موسى كما كتشوفوا. فانا اي حاجه حتى الروز حتى هو اي حاجه يعني من هاد القطنيه ولا من المعجنات كنوضع فيها الورقه ديال سيدنا موسى، كتبقى معايا هكا حتى الا غفلت عليها مده طويله كتبقى معايا. فكما كتشوفوا فاي حاجه انا حطيتها فيها. فانا حطيت هنا لي بات، يعني هادو الكبارين البنات راه كيهزوا يطرونس والموين كيهزو يطرو، الصغار كيهزو نص سيترو. يعني 500 ام. المهم راه كنت وريتكم في الفيديو اللي فات اللي قبل من هذا، راه وريتكم بالديتاي يعني شحال كيهزو. وهاد الكبارين البنات كنت خديتهم واقيلا ب 25 درهم. وهادو حتى هما البنات حتى هما كنظم فيهم البلاكار، كنديرهم كمنظمات في البلاكار. هادو البنات كنت خديتهم من مرجان، هادو واقيلا كنت خديتهم ب 25 درهم. فانا كنحط فيهم هكا السميده، السميده الرقيقه. فانا ما كناخذش كميه كبيره حيت حنا غير يعني ما غير جوج في الدار، يعني ما كنبغيش ناخذ ديك الخنشه الكبيره، يعني ما تصبرش معايا. وانا قليل فاش كنستعملها هكا، غير الا احتاجيت البسبوسه وغادي نديرها معكم نيسه البنات في هذا الفيديو. فهادو كما كتشوفوا شفتوا الغلايق ديالهم يعني راه ساهلين هما بزاف. يعني ملي كنبغيو نخويو بقات لي هادي انا عندي هنايا هاد المحمصه وهاد النجيمات هادو، فما يمكنليش نخلطهم، خليتهم هكاك يعني الباكيه ديال نص كيلو خليتهم هكاك ديال البواطه. وهذه راني حاطه فيها الدقيق فينو، يعني هكا كتجيني الطريقه ديال التنظيم سهله، وحتى ملي كتبغي تجبدي الحاجه كتجيك سهله. فكما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع زعما صراحه، وما ندمتش عليهم. واخا كان الثمن شويه قاصح ولكن راه ما ندمتش عليهم، نظموا لي صراحه البلاكار. كانت عندي واحد الكركبه البنات راه ما نقول لكمش. كما كتشوفوا مسحت البلاكار وقديته وحطيت فيه هاد المنظمات هادو. ايوا هادي ما جاتنيش هنايا عييت ما نتقاتل معاها باش انها تجيني، فراني درت واحد الروينه باش قداتني تما. المهم ما علينا البنات، دابا غادي نشارك معكم واحد البسبوسه اللي سهله ورائعه وكتجي هشيشه كتذوب في الفم. فاول حاجه البنات تاخذوا واحد مولينكس، غديروا فيها جوج ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم كبير عافاكم، ما يكونوش صغارين بزاف، يكون الحجم كبير باش تطلع لكم ما تقولوش راني كذبت عليكم. وغادي ديروا واحد قبيصه ديال الملح، وغادي ديروا كاس ديال اتاي، كاس اللي كنشربوا فيه اتاي قياس كاس العنبه ديال السكر سنيده، وواحد السكر فاني، واحد الساشي ديال السكر فاني. وغادي تطربوا مزيان هذاك. طربنا البيض في الاول مزيان وعاد زدنا له السنيده والفاني. ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، ضفت هكا الزيت وغادي نزيد كذلك نطرب مزيان. ودابا البنات انا ما عنديش الليمون فكنستعملها بالبي، وإلا استعملتوها البنات بهاد العصير ديال بالبي راه ما نكذبش عليكم راه كتجي النسمه ديالها اكثر من الليمون العادي. واللي توفر عندها الليمون الله يعاونها. المهم انا هذا كنستعملو كبديل يعني ديال الليمون وكيجيني زوين. بالبي جربتها بعصائر اخرين لا، بالبي كيجيني رائع. فضفت كاس ديال العصير ديال بالبي وطحنت مزيان. ودابا وضعت كلشي في اناء، غادي نضيف هكا الكاس اللي عبرت به
السوائل هو الكاس اللي غادي نعبر به هكا هادشي اللي الطحين وهذه والسميده. فانا دابا ضفت كاس ديال الفورص وخلطت مزيان، وضفت عاوتاني كاس ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه، وغادي نخلط عاوتاني مزيان حتى يتجانس ليا الخليط مزيان. وغادي نضيف جوج ديال الخمارات من الوزن ديال 8 غرام. كما كتشوفوا فضروري انني نغربلهم البنات قبل ما نديرهمش نيشان، ضروري تغربلوهم، حيت بعض المرات كيكون فيهم بحال كتسكركب لينا في الخليط. فانا خلطت هكا يعني سمحوا لي راني صفيتهم مزيان هذوك الخماير. ودابا غادي نخلط هكا غير بالمعلقه حتى تدخل ليا هذيك الخميره في الخليط كامل كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وعندي هنايا هذا المول العجيب اللي كنت خديت من بيم، راه كنت شاركته معكم في فيديو قديم صراحه، ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. ودابا غادي نصفي الخليط. بالنسبه للبنات اللي ما عندهاش يمكن لها دير المول العادي، ومن تبغي دير الكريمه ما ديرهاش من الفوق، تحلها من الوسط ودير فيها الكريمه. ماشي ضروري انه يكون عندك هذا المول، غير انا كيعجبني الشكل ديالو. من خرجتها من الفران البنات من طابت شوفوا كيفاش جات، كتجي رائعه. دابا غادي نحضر الكريمه. درت كاس ديال الحليب وكاس ديال العصير ديال بالبي، وغندير 2 معالق كبار ديال السكر سنيده و2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. كما كتشوفوا غادي نخلط دابا كلشي مزيان هكا، وغادي نوضع كلشي على النار. كما قلت لكم البنات فما تلتزموش بهذاك المول اللي عندي، يمكن لكم ديروا غير المول العادي وتقسموها هكا من طيب لكم، قسموها من الوسط. وهاد الكريمه اللي غادي نحضروا ديروها من الوسط ولا صبوها عليها من الفوق، فكيبقى لكم الاختيار. دابا غادي نوضعها على النار. كما كتشوفوا النار تكون مهيله، ما تكونش هذه ديك النار مجهده باش ما تحرقش لكم الكريمه وتبقاو تخلطوا تتعقد. كما كتشوفوا راه عقدات ليا دابا الكريمه. غادي نخويها وهي سخونه من الفوق. كما كتشوفوا خويتها وهي سخونه على على البسبوسه ديالي. فهاد البسبوسه كتجي رائعه البنات، راه هي بسبوسه كيكه كتجي بسبوسه، هي ملي كتذوقوها كتحسوها بسبوسه، ولكن الشكل ديالها كيجي بحال الكيك. راه كتجي غزاله بزاف، راه ما تندموش الا جربتوها. ودابا غادي نخليها تبرد. فانا غادي نزرب عليها حيت غادي نصور الفيديو، ما غاديش نعطيها وقتها، فيستحسن انكم تعطيوها واحد ساعتين في الثلاجه. فانا زربت عليها مسكينه، يعني كنت مشغوله خاصني دغيا نكمل الفيديو. فانتوما كل ما خليتوها كل ما كتعقد لكم الكريمه، وكل ما كتخرج لكم ديك الطيبه ديال الليمون. راه البنات الا عندكم حتى الليمون طبيعي راه سي ميو، ديروا الليمون طبيعي. فانا غير ما توفرش ليا فدرت بالبي ودرت بزاف ديال العصائر، ولكن بالبي صدق ليا بها رائع. فكما كتشوفوا كتجي غزاله بزاف وكتجي هشيشه، وغتجربوها والله ما غادي تندموا، راه كتجي رائعه بزاف. انا غادي نوريها لكم وغندوق